اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يلا بقى نشوف اتقال لي ايه امبارح، واتقال لي محتواكي ايه يا شحاته. انتي محتواكي ايه يا شحاته؟ انا شحاته. طب تعالى بقى يا عم الحاج، اتفرج على يوم من ايام الشحاته. انا شحاته. طيب، للعلم بقى ده كان كومنت كده داخلي في لايف بتاعي امبارح، وكمان كان داخلي على الفيديوهات كلها. انا عايزه اعرف انتي محتواكي ايه يا شحاته، يا شحاته مصر، يا شحاته يا شحاته مصر؟ ليه اتقال عليا كده؟ وليه انا عملت ايه علشان إيه حاجه زي دي تتقالي او كلمه زي دي تتقالي؟ انا والله ما اعرف لحد دلوقتي ايه اللي انا ارتكبته علشان يتقالي كده. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا بقى نسيب الطاقة السلبية، وكل إناء ينضح بما فيه، ويلا نشوف يومنا النهاردة عملنا فيه ايه. والعيال عيالي كده كانوا قايمين من النوم، ولقيتهم كسالى يا عيني، وما هماش قادرين ولا عايزين يفطروا ولا عايزين يعملوا أي حاجة. صحينا يوم بدري، يوم كله شمس ويوم كله هدوء ويوم كله حلويات زي ما احنا شايفين كده. هي أي نعم، ربنا شفاهم وعافاهم، ولكن في بعض الكحة كده وانتوا عارفين الجو. قمت بقى ايه الفطار المصري الاصيل، عملت لهم فول بالقوطه، وعملت لهم طرنشات قوطه كده، وكمان الجبنه الطعميه وعيش بقى. وقلنا ايه، يلا ما بديهاش عصيرة ليمونة كده على حبة الفول. وفي الشمس بقى كانت دافية، قعدت حواليهم كده، والقعدة دي بالدنيا وما فيها. قوموا كده اتنشطوا وافطروا بدري كده، وخلصوا يومكم بدري بدري، واعملي الشغلانة اللي وراكي. وزي ما هو معروف، شغلانة البدرية ولا شغلانة الفجرية منسية. بجد فرقت معايا جامد جدا جدا. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مرة بتتابعوني، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهنا بقى انا خدت العيش اللي كان باقي مننا، يعني انا بيجي لي عيش من الطابونه يوم ويوم. الست بتاعه العيش اللي بتجيبه لي يعني لحد البيت، فبتجيبه لي يوم ويوم. فبناخد العيش اللي اتبقى، بننشره كده وننشفه علشان ان شاء الله يا رب يا رب يعني يشيل الهم والغم كده. ونجيب حبة كتاكيت، والعيش ده يتعمل في الكلفة بتاعتهم. بعد ما ينشف ان شاء الله بندقه كده، وبنخليه في الكلفة بتاعتهم. انا هنا بقى لما طلعت لقيت حبة بصل محطوطين في البرنيكة ديت، وكنت مخزنة بصل يعني، وهو ده كان اخر البصل اللي موجود عندي. فقلت ما بديهاش بقى بنتي يا امنية، انت هتسيبيهم لما يبوظوا، اما نطلع منهم اللي هو البصل اللي نعرف نستخدمه، واللي مش هنعرف نستخدمه بقى ايه نروق كده وننضف الحتة علشان ما يعملش ريحة وحشة ولا كده. هات يا واد يا مازن الكيس، وتعالى لم حواليا ايه البصل اللي هو تمام يعني، والبصل اللي مش تمام ولا القشر نلمه بقى في كيس، ونرمي ايه الحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه. بلاش الطاقه السلبيه، بلاش كراكيب في الفاضي، بلاش إيه مثلا زبالة او حاجات ملهاش لازمة. لو بلاستيكات ملهاش لازمة تزرمي. ما تخليش الحتة دايما مكركبة حواليك. يعني انا بطلع كل مثلا يومين ثلاثة ولا كل اسبوع على حسب ما قدرتي للطلوع. انا لسه طبعا ما جبتش طيور في السطح، فعلشان كده ما بطلعش على طول. بس لما بطلع لازم اخلي السطح رايق ما فيهوش اي حاجة، يا دوب الطبلية ويا دوب الكنبتين اللي بنقعد عليهم، لان انا ببقى اعمل قعدات يعني في السطح. فعشان كده بقى ما بحبش ان يكون الحته مكركبه، ولا فيه ورق، ولا فيه قشر بصل، ولا الحاجات دي. مش بما انه سطح يعني نسيب الدنيا فيه ايه كده تكركب، والدنيا تبقى بزراميطه كده. فنكمل تنظيف. وزي ما احنا شايفين كده خلصت بقى فطرنا. ومازن مزاميزه بقى نزل يعمل لي احلى كوبايه شاي من ايديه. هتشوفوا بقى دلوقتي احلى كوبايه شاي كان هيغرقني بيها. يلا مش مشكلة، ربنا يحميه ويحفظه يا رب. وهنا عندي مروان بقى قرر ان هو يساعدني ويلم الفرشة اللي احنا كنا بنفطر عليها. والترابة الناعمة دي بقى عايزة ما اقولكوش، كانت مغرقة السطح. يعني مفيش حد بيطلع على السطح، ولكن الترابة الناعمة شغالة بقى 24 ساعة. فعشان كده قلت اما ايه اكنس السطح علشان لما اكب فيه حبة مية كده واغسل السيراميك، لان برضو السيراميك فيه بعض بقع. اغسل السيراميك فالحكاية تبقى سهلة عليا يعني. وداخلين بقى على العيد، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان والذي منه. فهنحتاج بقى ايه غساجيد بقى ومشايات وحاجات. ويلا بينا نشوف ونكمل هنعمل ايه في باقي اليوم بتاعنا وباقي السطح. وعايزه اقول لكم يا اولاد، الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه صدقه. لما تقول كلمه طيبه ولا تدي للي قدامك طاقه ايجابيه، والابتسامه بتاخد عليها حسنات، فما بالك بقى لما تقول كلمه طيبه
وتقول اللي قدامك كده كلمة طيبة تحفزه ولا تخليه يعني يعمل احسن ما عنده ويطلع افضل ما عنده. يعني حد زي اللي دخل لي امبارح ده في اللايف هو ما اثرش عليا، انا الحمد لله الحمد لله احمدك يا رب واشكر فضلك. عندي ثقة بنفسي، لو العالم كلها وقفت قدامي انا لا يهمني ولا يهزني الحمد لله يعني. ولكن اصحاب النفوس الضعيفة ممكن كلمة زي اللي قالها دي تهزه، يعني كلمة تتعبه. ان هو يدخل على كذا فيديو ليا وادخل امسح الكومنت بتاعه، يدخل يقول لي يا شحاتة انت مهنتك ايه يا شحاتة، ايه مهنتك ايه يا شحاتة. المهنة اليوتيوبر دي انا مش عارفة، انا بشجع الناس على ان هم يقوموا ويتنشطوا ويشوفوا اللي وراهم. وانا ذات نفسي قبل ما كنت ادخل في حاجة شكل كده او ادخل في مجال الفيديوهات او الحاجات دي كلها، مجال اليوتيوب عامة، كنت بشغل جنب مني الموبايل على اي قناة بتاعت روتين، اي قناة ست بيت محترمة بتقدم عليها محتوى طبخة جديدة، يعني روتين تنظيف، روتين طاقة إيجابية، تديني معلومة تديني نصيحة أقدر إن أنا أفيد اللي حوالي، يعني تفيدني بيها. أنا كنت بحب حاجة شكل دي وكنت بتشجع منها، وكان يعني كنت بتحمس زيها وبعمل زيها. فأنا بالنسبة لي إن ست تتفرج على ست، أنا ما أجبرتش سيادتك إن أنت تدخل تتفرج على فيديوهات او محتوى للستات او محتوى اللي كان فيه رجاله محترمه بتحب تتفرج على المحتوى. فاحنا ظاهرين بإسدالنا وظاهرين بكامل يعني الكامل الاحتشام، يعني احنا محتشمين جدا الحمد لله. ولكن الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. راعوا الكلمة اللي بتطلعوها وراعوا الكلمة اللي بتكتبوها قبل ما تعملوا اي حاجة. ما تبقوش مرضى نفسيين يا جماعة وطلعوا عقدكم على الناس التانية، الدنيا مكفيانا، الدنيا مكفيانا والله. نرجع بقى للروتين بتاعنا هنا، وطلعت حبة الغسيل زي ما احنا شايفين كده. ويلا بقى يا قلب اختك، لو نسيتي تعملي اللايك ولا الشير ولا السبسكرايب اعمليه، علشان ان شاء الله تستنيني النهاردة في احلى لايف واجمد لايف الساعة 9، وهنفتح احلى هدايا واحلى كراتين وكالعادة. وما ننساش امبارح كسبنا 105 في كرتونة واحدة، كرتونة كيكة، كرتونة الكيكة ب50 جنيه كسبنا فيها 105 جنيه. فلك ان تتخيلي الحكاية كل مدى ما بتسخن مننا وكل مدى ما بنتحمس. متنسيش اللايف النهاردة هنفتح فيه كراتين جديدة وهنفتح فيه حاجات جديدة. و انا هنا بقى كنت شربت كوبايه الشاي بتاعتي وقلت اما اقوم اخلص اللي ورايا، او عندي حبه نشير كده اما اقوم انشرهم ونصلي على النبي. ولو لسه ما صليتيش على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كمان في الكومنتات تحت، وخلصي اللي وراكي كده وقومي تنشطي. لسه عندك حبه مواعين ما اتغسلوش تقومي تخلصيهم. خلي الشغلانه بتاعتك خلصانه اول باول، ما تخليش الحاجه تتراكم عليكي. لو اتراكمت عليكي هتزهقي ومش هتقدري ان انتي تخلصيها، وهتحسي ان الليله تقيله عليكي. قومي بدري، انك تصحي بدري بجد بيفرق جامد جدا. انا كنت من الناس اللي بصحى على الظهر الساعه 11 مثلا الساعه 12، ولكن النهارده لما قمت الساعه 6 الصبح بجد والله العظيم فرقت معايا جامد جدا. بجد نصيحة ليكي قلب اختك، نصيحة ليكي تحطي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تنامي بدري تصحي بدري تقومي تخلصي اللي وراكي. ويا رب اكون فدتك في الفيديو النهاردة، ويكون فيديو كده سهل وخفيف على قلوبكم. واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايف النهاردة الساعة 9. والسلام عليكم ورحمة الله.